بص بقى يا سيدي، لو عندك عقار ومش عارف تبيعه او منتج ملوش لا طعم ولا لون، تعالى اقول لك على اغرب فكره ماركتنج حصلت في التاريخ. في راجل باع الولا حاجه، يعني باع الهوا رسمي وبالذهب كمان. الراجل ده بقى اسمه ايف كلاين، مصمم وفنان فرنسي. قرر بقى انه يبيع حاجه مش موجوده. الراجل بقى سماها مناطق حساسيه تصويريه غير ماديه، يعني بالعربي كده الفراغ، او زي ما بنقول بالمصري الولا حاجه. وكان بيعشق اللون الازرق بشكل هستيري، اخترع درجه معينه كده وسماها ازرق كلاين العالمي. بس مش هي دي المشكله، المصيبه بقى انه قرر يعرض في معارض اماكن فاضيه خالص. يقول لك بقى والله يا اساتذه هو ده العمل الفني. وازيدك بقى ان الشعر بيت عمل عقود بيع رسميه للفراغ ده بايه بقى؟ بالذهب. الزبون بقى يا باشا يجي يدفع له سبايك ذهب مقابل ايه؟ حته فراغ. يقوم كلاين بقى بعد البيع يقول للمشتري تمام يا فندم، بس انت دلوقتي لازم تحرق العقد، وانا بقى هرمي نص الذهب اللي انت دفعته لي ده في نهر السين. يعني الراجل ده حتى مش بيرجع لك الباقي. وكان بيعتبر ده نوع من التطهير او التبادل الروحي مع الفراغ. بس جه بعده بقى فنان تاني قال لك بقى انت بتبيع الهوا، انا بقى هبيع الصندوق اللي فيه الهوا وهعلي عليك. عمل حمله كبيره اسمها الولا حاجه ذا ناثينج، وكان بيبيع صناديق فاضيه بس الناس كانت بتشتريها فعلا. الناس بقى اللي اشترت الصناديق دي قالت احنا شايفين ان الفراغ ده ليه قيمه، ده مش صندوق، ده مفهوم، ده رساله. هم فعلا اقتنعوا ان هم بيشتروا معنى مش منتج. طب ليه بقى الناس اشترت الصناديق الفاضيه دي؟ وده لاربع اسباب غريبه. واحد، فلسفه وفن. وهو قال لك ان الفن مش لازم يكون مرسوم، ممكن يبقى فراغ. اتنين، تسويق ذكي، اي حاجه غريبه بتلفت النظر، يعني انت لما تلاقي حد بيبيع الهوا هتقف تبص. ثلاثه بقى، اقناع ذاتي، ايوه انا اشتريت الهوا بس ده هوا مميز. اربعه، مبرر نفسي، محدش عايز يعترف انه اتضحك عليه فبيقنع نفسه ان الصفقه دي فيها عمق. في منتجات تانية تفتكر ان احنا ممكن نكون بنشتريها يا بتاع اللابوبو، هي في الحقيقه هوا بس بشكل مختلف. فاكتب لي بقى في الكومنتات لو انت اشتريت قبل كده حاجه ملهاش اي 30 لازمه بس اقنعت نفسك انها حاجه مميزه قوي، او بقى منشن صاحبك اللي ممكن يشتري الهوا.